اخواتي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا وصفة جديدة وهتعجبكم جدا جدا، هتدعولي ان شاء الله عليها، وهي معطر الملابس. هعمل لكم النهارده معطر بمقادير قليلة، وكمان موجودة في كل بيت بدل ما بنشتريه بالغالي، وكمان هيفضل ثابت في هدوم في الغسيل لغاية لما يطلع من الغسيل وتطبقيه وتحطيه في الدولاب كمان وتلبسيه. بجد وصفة النهاردة بتاعت النهاردة حلوة جدا وسهلة، وكمان مش مكلفة، وهتغنينا عن شراء المعطرات بتاعت الملابس والدوني والكونفرت والحاجات دي. فقبل ما نبتدي الفيديو، فضلا وليس امرا، ما تبخلوش عليا بلايك وشير وسبسكرايب، ولو من الفيسبوك يا ريت برضو تشتركوا عندي في القناة وتتابعوا كده كل الفيديوهات اللي هننزلها. يلا بينا ندخل على الوصف. عندي بقى هنا طبق بلاستيك حطيت فيه لتر ونص من المية، وهنزل فيه ب3 معالق من النشا او الكورن فلاور. 3 معالق كده هرميين كده محترمين. وطبعا لو انتي عجبتك الوصفة وحابة ان انتي تزودي المقادير، زودي المقادير براحتك. انا عندي من الاول وحبيت ان انا اعمل يعني ايه بتاع 2 لتر كده كفاية قوي للبيت، يعني مع اللي موجود، بس عشان اصور لكم الفيديو النهاردة. بعد ما دوبت كده النشا كويس جدا، عندي بقى البطاس او الصودا الكاوية او الديبوشار او حجر التسليك. طبعا زي ما بقول لكم في كل فيديو، لو ليه اسم تاني انا مش عارفاه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات عشان اعرفه، وتكتبوا لي انتوا بتشوفوني من انهي بلد. حطيت نص معلقة كده، وابتديت ان انا اقلبه مع النشا بالمية لغاية لما القوام بتاعه كده هيتقل معايا. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنا النص معلقة كانت قليلة على اللتر ونص او زيادة عن لتر ونص مية، فحطيت يعني بتاع نص معلقة تانية زي ما انتوا شايفين كده، وما حبيتش ان انا اكتر. الدوني بتاع النهاردة هيعطلك الملابس، وكمان اي بقع في الهدوم هيطلعها، لانه طبعا في بوتاز زي ما انتوا شايفين كده. وفي نفس الوقت المكونات بتاعته كلها حلوة جدا. قلبته كده كويس جدا، ما تستعجليش وما تقلبيش تقولي لا ده ما ربطش معايا او ما تقلش قوامه، ما تقلش فكده خلاص باظ مني. لا، افضلي قلبي فيه. بصوا انا ما قفلتش الكاميرا وانا بقلب فيه معاكم، ابتدى ان هو يتقل، وكمان هيبتدي اللون بتاعه يتغير وهيتحول للون الشفاف. ايه لازمة ان احنا بنحط البطاطس مع النشا؟ احنا بنسوي النشا عشان خاطر تبقى مادة رابطة، وفي نفس الوقت تدينا النشا كده بيبقى زي ما احنا عارفين بيبقى منعم كده للملابس والحاجات دي، ومش مضر خالص. فهنا بقى خلاص اتحول معايا لجل كده شفاف. هنزل بكوباية من الدوني، والدوني ده انا جايباه سايب من عند بتاع المنظفات يا بنات. هتقولي لي هنعمل دوني بدوني؟ هقول لكم ان احنا لو فكرنا نروح نشتري الحاجات بتاعة الدوني او ريحة الدوني، هندفع فلوس كتير جدا. في حال ان احنا ممكن نعمله في البيت، بان انا يعني انا كنت جايبه ب10 جنيه دوني، ممكن انت كمان تجيبي ب5 جنيه. يعني انا الدوني كان كتير جدا ب10، يعني مثلا كان بتاع لتر مثلا نقول كده او اقل. فانت ممكن تستخدمي ب5 جنيه بس. وطبعا لو عندك دوني شركات انت كنت جايباه وفاضل منه حبة، ممكن تعملي الوصفة دي وبرضو تشيليها عندك. فايدة الوصفة دي احلى من بتاعة بره بكتير جدا، وكمان مش مكلفة. هتقولي نزلتي بايه تاني؟ نزلت بكوباية من معطر الملابس. معطر الملابس برضو انا جايباه من عند بتاع المنظفات ب5 جنيه، يعني جايبة ب5 جنيه. قولي ب5 جنيه دوني، وهنقول ب5 جنيه معطر ملابس. ليه معطر الملابس او ليه معطر اللي هو اللي احنا بنرشه في الجو؟ معطر ده بيبقى ثابت وبتبقى ريحته حلوة جدا، وكمان بتبقى فيه منه روايح كتير تعجبك. يعني انا مثلا الريحة اللي انا جايباها النهاردة هي ريحة اللافندر. كان في روايح كتير، طبعا الريحة اللي تعجبك تقدري ان انتي تجيبيها. وابتديت ان انا قلبت كل المكونات مع بعض كده، واهم حاجة التقليب يا بنات، اهم حاجة التقليب عشان خاطر كل المكونات كده تمتزج في بعض. طبعا لو انتي هتفتحي مشروع او هتعمليه مشروع من البيت ليكي تبيعي منه، ممكن تحطي لون او تحطي الالوان اللي تعجبك، بس انا استغنيت عن اللون، وبالنسبة لي كان اللون كده كفاية. جبت الازازه بقى وحطيت فيها كده القمع، وابتديت ان انا افضي
الدوني بتاعي زي ما انتوا شايفين التقل بتاعه حلو جدا وما كلفنيش اي حاجة. احنا لو حسبناها النشا موجود في البيت. وطبعا اللي انا كل اللي انت هتجيبي ب5 جنيه دوني، وب5 جنيه معطر ملابس، وب5 جنيه اللي هو الديبوشار او اللي هو البطاس. بس كده هو ده اللي هتجيبيه. طبعا لو انتي هتفتحيه مشروع هتقدري ان انتي تعملي كمية اكبر وتبيعي براحتك زي ما انتي عايزة، وتبيعي كل اللي حواليكي كده هيعجبهم وهيخليكي على طول يشتروا منك. اهو كده عمل معايا الازازة دي. زي ما انا قلت لكم انا ما عملتش كمية كبيرة عشان عندي كنت عاملاه قبل كده، فحبيت اعمل معاكم الوصفة النهاردة عشان خاطر اوريكم الفيديو. كده فيديو النهاردة يكون خلص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامة.